مصر بلد جميلة وساحرة تضم بين طياتها العديد من الشواهد الأثرية الرائعة والتي كانت محور اهتمام للعديد من الزوار الوافدين إليها، حيث ستجد رائحة عبق التاريخ تفوح منها بمجرد أن تطأ قدميك أرضها. فهي كانت ولا زالت من أهم البلاد الجاذبة للسياح على مستوى العالم. فإذا أردت أن تأخذ نظرة ثاقبة على الماضي وجماله وتنوع أبداعته فلن تجد مثله في مصر، فهي موطن للعديد من المملكات القديمة التي ما زالت شواهدها باقية إلى الآن فيها لتثبت لنا مدى تقدم حضارتها. واليوم سنتعرف على أهم أماكن سياحية في مصر. أهم أماكن سياحية في مصر: أهرامات الجيزة. تعد أهرامات الجزيرة من أبرز المعالم واهم أماكن سياحية في مصر، وتوجد في القاهرة بمحافظة الجيزة. تقع على هضبة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرن قبل الميلاد، وتشتمل على 3 أهرامات هما خوفو وخفرع ومنقرع، وهي عبارة عن مقابر ملكية كل منهما يحمل اسم الملك الذي بناه ودفن فيه. وتصور هذه المقابر مدى تطور عمارة المقابر في مصر القديمة، حيث كانت في البداية تبدأ بحفرة صغيرة ثم تحولت إلى حجرة تحت الأرض، ومن ثم من حجرة مكونة من عدة غرف تعلوها مصطبة لتأخذ في النهاية شكل الهرم المدرج. استغرق بناء الهرم الكبير خوفو ما يقارب 20 عام. يعتقد الكثير أن عظمة الهرم تكمن في طريقة بنائه، حيث يتكون من أحجار محمة الرصف والضبط إلى حد نصف المليمتر، يزن كل حجر منها ما يقارب 12 طن، وهذا بالفعل يستحق الإعجاب. المتحف المصري هو أحد أكبر وأشهر المتاحف العالمية، يقع في قلب العاصمة المصرية في القاهرة من الجهة الشمالية لميدان التحرير، ويعد المتحف من أوائل المتاحف المؤسسة في العالم، وقد تم بناؤه ليكون متحف عام لعديد من التحف الأثرية الرائعة، حيث يضم أكثر من 150,000 قطعة أثرية، أهمها المجموعات الأثرية التي تم العثور عليها في مقابر الملوك والحاشية الملكية للأسرة الوسطى عام 1894، بالإضافة إلى أنه يضم أعظم مجموعة أثرية في العالم تعبر عن جميع مراحل التاريخ المصري القديم. ستجد به أيضا العديد من التماثيل والمومياوات ومقتنيات أثرية أخرى رائعة. 1. أهم أماكن سياحية في مصر: جامع الأزهر. هو من أهم المساجد في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي، وهو يضم جامعة وجامع منذ أكثر من 1000 سنة، وقد أنشئ على يد جوهر الصقلي في عام 972. لا يعد بذلك أول جامع أنشئ في مدينة القاهرة. يتميز الجامع ببنائه الأثري الفاطمي. عند بنائه كان يتكون من 3 إيوانات حول الصحن، وكان أكبرها إيوان القبلة، ويعد المسجد لمحة من النقاء والروحانية التي كان يتميز بها هذا العصر، وما زال المسجد إلى الآن أيقونة من الأيقونات التي لها صيت مسموع في مصر، فهو أحد أهم وأعرق أماكن سياحية في مصر. الكنيسة المعلقة هي من أقدم الكنائس التي لا تزال باقية في مصر، تقع في حي مصر القديمة في منطقة أثرية هامة، فهي على مقربة من جامع عمر بن العاص ومعبد بن عزرا اليهودي. والعديد من الكنائس الأخرى سميت بالكنيسة المعلقة لأنها بنيت على برجين من الأبراج القديمة للحصن الروماني على يد الإمبراطور تراجان في القرن الثاني الميلادي، التي استطاع المسلمون بعدها إسقاط الرومان، وقام عمر بن العاص بإهداء المكان للأنبا بنيامين ليبنى فيه كنيسة. خان الخليلي أحد أحياء القاهرة القديمة، والتي تجذب السياح بشكل كبير، حيث يوجد فيه العديد من البازارات ومحلات المطاعم الشعبية وعددا كبير من المقاهي، ومن أشهرها مقهى الفيشاوي، والتي يرجع تأسيسها إلى عام 1796. يزين المكان المشربيات المتبقية والتي تطل على للشارع وسبلة جميلة مشغولة واجهاتها بالنحاس وفيها أحواض الماء التي كانت تروى العطشلن وعابر السبيل قديما، تمتع بسحر المكان داخل الأزقة الضيقة والزحام الأسطوري من البشر والمقاعد الخشبية التي رصها أصحاب المقاهي، وعبارات الترحيب المصرية خفيفة الظل.